بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. معنا إن شاء الله في فيديو تلفزيون 14 بوصة ناشونال صيني. الجهاز قاطع خالص، مش شغال ولا صوت ولا صورة. هنفتح الجهاز ونشوف مع بعض إن شاء الله سبب العطل هيكون إيه. بعد ما فكيت الجهاز حررت كده السكوتات علشان اقدر انضف كده الشاسيه. هدي الشاسيه كده شويه نضافه كده بالفرش عشان نشوف مع بعض كده، نقدر نتحكم في الشاسيه ونشوف مع بعض كده المكونات تبقى ظاهره قدامنا وواضحه. بعد ما اديت الجهاز وش نظافه، اول حاجه نبدا بيها اصدقائي، يعني عندي هنا في نقطه مهمه جدا لازم تبقى عارفها، ان هنا لما بمسك الفيشه كده اهوت ووضع المفتاح بتاع الباور في وضع تشغيل، امسك الفيشه كده واوصل في المشترك هنا كده، بلاحظ عندي هنا الفيشه بتشرز. عندي فيشه بتشرز، طالما بتشرز كده يبقى معنى كده ان الكهرباء واصله الجهاز وان الفيوز سليم. وحتى عندنا برضو الفيوز اهوت شكله سليم، وعندي المكونات هنا كلها ما فيهاش اي مشكله توحي بان في حاجه عندنا ضربه او حاجه مطلع دخان او حاجه بايظه، باستثناء طبعا في عندنا مكثفات. المكثف لما تلاقيه كده الجسم بتاعه كده الكسوه الخارجيه ديت آه آه يعني تلاقي مكثف كده من فوق كده مقرعه او مصلع، يبقى مكثف كده عايز يتغير. يعني المكثف ده كده طبعا محتاج يتغير وده محتاج يتغير، ولكن دول ما يخلوش الجهاز يقف خالص. المهم اول حاجه نعمل ايه، هقلب عندي الشاسيه كده اهوت وهوصل الكهرباء ونقيس مع بعض كده 300 فولت على المكثف اللي هو الكبير، مكثف الالكو اللي هو بتاع الباور. بعد ما عدلت الشاسيه كده هنجيب الملتيمتر بتاعنا على وضع قياس فولت دي سي، وتخلي بالك جدا وانت بتقيس. قيس هنا على وضع 600 فولت او 1000 فولت حسب نوع الجهاز اللي عندك، وركز جدا وانت بتقيس وانت بتوصل الكهرباء للجهاز، ما تلمسش عندك اي حاجه في الجزء اللي هو ده. دي فيشه الجهاز اهي، نقول بسم الله ونوصل كده. يفضل وانا بشتغل في الباور وجزء الحر دوت ان اشتغل على لمبه سيريا، ما اشتغلش على 220 كده. ملتيمتر وضع قياس فولت دي سي، وقيس عندنا على اطراف المكثف، ممكن نقيس من هنا اهوت. نقول بسم الله وقيس كده. كده موجود عندي الفولت اهو 300 فولت. لو شلت الفيشه كده وهقيس تاني، الفولت عندي هنا ما زال موجود، معنى كده المكثف بيشحن وبيحتفظ بالشحنه. معنى المكثف بيحتفظ بالشحنه بتاعته يبقى في عندي هنا حاجه في الباور، عندي هنا في الجزء الحار دوت قطعه. طيب الحاجه اللي قطعه ديت في عده اسباب، ممكن يكون على سبيل المثال في عندك احتمالين. في احتمال حمل زائد هنا في الخروجات فادى الى احتراق حاجه هنا في الباور، او الفولت عالي عندك هنا في الدخول 220 فولت فحرق برضو حاجه هنا. في كل الاحوال ان في عندنا حاجه قطعه في الجزء اللي هو الحار. طيب علشان نستبعد الخروجات بتاعه الباور او نستبعد ان في عندنا مشكله في الخروجات، نجيب ملتيمتر ونقيس عندنا عدادات اللي هي الخارجه ديت. عندك ادي واحد ادي اتنين تلاته اربع خروجات. هنجيب الملتيمتر وضع قياس الديود، وخلي بالي عندنا كده المكثف ما زال شاحن محتفظ يعني ايدي ما تجيش عندنا ايه المنطقه دي خالص. ملتيمتر وضع قياس الديود، وقيس عندي هنا على السيليكونات اللي هي بتاعت الخرج اللي هي بعد الشوبر، ونشوف كده علشان نتأكد ان عندنا مفيش مشكلة في الخروجات، فبالتالي يبقى شغلنا كله في المنطقة اللي هي الجزء الساخن. هقيس عندي هنا السيليكون على وضع الاتجاه بتاعه الصحيح اللي هو الطرف الاسود عند الخط الفضي اللي فيه الديود. هقيس كده اهوت، اداني قراءة صحيحة. اللي بعد منه قراءة برضه صحيحة. اللي بعد منه اهوت اخر واحد. كده المكثفات كلها قراءة مظبوطة. لو قست العكس كده ما ادانيش ولا واحد قراءة، يبقى كده عندي مفيش مشكلة في السيليكونات. نقيس كده اول واحد، قراءة بتروح، مفيش قراءة. قراءة هي وراحت عشان المكثف هنا، قراءة برضو راحت عشان المكثف. اخر سيليكون اهوت قراءة كده برضو راحت عشان المكثف. كده عندي السيليكونات او الخرج بتاع الشوبر مفيش اي مشكلة. طيب هنرجع بقى لموضوعنا اللي هو في عندنا مشكلة وفي عندنا حاجة قطعة في ايه، في الباور نفسه. طيب قبل ما اشتغل في الباور لازم افرغ عندي المكثف. افرغ المكثف بلمبة 220 فولت او اي لمبه، علشان او ممكن مقاومه مثلا 1 ميجا، مقاومه 600 700 كيلو، علشان المكثف مفرغه بقفل عليه، اعمل عليه قفله خطا وممكن يحرق معايا اي حاجه في الديودات، او ممكن يحرق معايا حاجه في دخول الباور. لمبه صفر هي تفرغ بيها المكثف كده. فرغت المكثف، مش هستكفى باللمبه بس، هضرب الملتيمتر واوصلهم كده ببعض
كده اهوت، واقفل عندي المكثف برضو عشان يكون فيه مازال شحنه، عشان اتاكد المكثف عندي يتفرغ من الشحنه خالص اهوت، عشان اشتغل وانا مطمن في الجهاز، حرصا على ايديا وحرصا على الجهاز اللي انا بشتغل بيه. الباور عندي انا بشتغل عندي هنا بثلاث ترانزستورات، ترانزستور كبير اللي هو دوت اللي هو بتاع الباور، ترانزستور بيديه الاشاره، ترانزستور تاني اللي هو خاص بدائره الفيدباك اللي هو الفوتوكابلر، والفولت اللي راجع عندي هنا عشان يحدد التردد او يحدد النبضه اللي بيخرج على ايه، على اللي بيخرج على اساسها الفولت. طيب اول حاجه اعملها اقيس ايه، هقيس عندي الترانزستور الكبير دوت وده، لان الاثنين دول مرتبطين ببعض، ده نادرا لما بيبوظ. الاثنين دول هم اهم حاجه عندنا في الباور اللي هو بيشتغل بترانزستور. ملتيمتر وضع قياس الديود برضو، الطرف اللي على الشمال ترانزستور اهوت عدلته كده، الطرف اللي على الشمال ده البيز وده الكولكتور، وده الطرف اللي على اليمين ده اللي على الشمال اقصد ده البيز وده الكولكتور، وده الطرف اللي هو الاميتر. نيجي نقيس مع بعض كده بالملتيمتر، قيس كده كده ما اداناش قراءه، كده ادانا قراءه اهوت، نرجع تاني كده كده ما ادانا، نركز اطفي الملتيمتر ونقيس كده اهوت، كده ادانا قراءه وكده ادانا قراءه، كده العنصر ده يعتبر كده سليم. الطرفين دول بيقيسوا مع بعض علشان في عندك هنا في عندك هنا مقاومات وفي حاجات عندي راكبه مع الترانزستور، انما القياس الصحيح للترانزستور الطرف اللي على الشمال دوت اللي على الشمال في الترانزستور بيكون هو الطرف الاحمر بالملتيمتر، ده كده يدينا قراءه وده كده يدينا قراءه، كده الترانزستور كده يعتبر سليم مفيش مشكله. طيب نقيس الترانزستور اللي هو الصغير دوت، تلات اطراف اهمت، كده ادانا قراءه وكده ادانا نفس القراءه، نعكس طرف الملتيمتر، كده قراءه كبيره جدا، كده قراءه كبيره جدا، كده عندي يعتبر ده بنسبة 90% سليم وده بنسبة 80% أو 70% سليم كده. طب إيه في تاني كده في عندي ممكن نقيس بقى مع بعض المقاومات اللي هي بتاعة الستارت. إيه يعني إيه الستارت؟ هتلاقي عندك هنا في مقاومتين واخدين عندك من الطرف الموجب المكثف دوت، ده كده الطرف السالب اللي هو متصل عندي بالجسم بتاع المبرد بتاع ترانزستور الباور. ترانزستور الباور الجسم بتاعه متثبت الجسم بتاعه راكب على قطعة ألمونيا، قطعة ألمونيا متصلة عندي بالسالب المكثف اهيت، قطعة ألمونيا طرفها اهيت متصلة بالسالب المكثف، ووجه المكثف اهوت هتلاقي خارج منه مقاومة اهيت، مقاومة تاني بعدها رايحين على ايه، رايحين على دائرة الفيدباك علشان يعمل عملية ستارت للجهاز. طيب نسمع بقى كده المقاومات دي، نشوف مع بعض الأول قيمتهم كام، عشان المقاومات دي لو فيهم واحد قطعة الجهاز مش هيشتغل. مقاومتين أصدقاء همت اللي هم دول، نشوف مع بعض كده قيمتهم كام، نقرب الصورة نشوف كده مع بعض. مقاومتين أصدقاء همت، المقاومة دي ألوانها ايه، ده كده رصاصي أحمر برتقالي، رصاصي 8، أحمر 2، برتقالي 3 أصفار، يبقى كام؟ يبقى المقاومة دي قيمتها كام؟ قيمتها 82 كيلو. والتانية برضو نفس القيمة رصاصي أحمر برتقالي، المقاومة دي كده الواحدة منهم كل واحدة منهم قيمتها 82 كيلو. كده عدلت الشاسيه تاني اهوت، وهجيب ملتيمتر وضع قياس المقاومة، قلنا 82 كيلو، هجيب وضع قياس في الملتيمتر أعلى من 82 كيلو، وليكن مثلا كام؟ 600 كيلو مثلا عندي هنا، وقيس مع بعض كده المقاومتين، مقاومة واخدة من الموجب اهيت وراح في النقطة دي والنقطة اللي مديها مقاومة اللي هي التانية، مقاومتين مع بعض توالي، نقيس مع بعض أول واحدة كده ادينا كام؟ 82 كيلو والقراءة ثابتة. نقيس التانية كده مع بعض مش مدياني قراءة اهيت، نعكس ضرب الملتيمتر كده كده مدياني قيمة أقل، عشان المفروض القيمة تيجي عند 82 وهتثبت. كده القيمة بتعلى، نقيس التانية كده المقاومة التانية دي كده ثابتة اهيت، ودي كده قيمتها بتكبر ومش ثابتة، معنى كده ان المقاومة دي أصدقائي ديت تعتبر كده فقد قيمتها. طيب نقيس، نفك طرف منها كده أو نفكها نقيسها بره البوردة، علشان غالبا ممكن يكون هي سبب المشكلة في التلفزيون. كده فكيت المقاومة بره الشاسيه اهيت، نقيسها مع بعض كده مش مدية قراءة اهيت، انا واقف على وضع عندي هنا 600 كيلو مش مدية قراءة. جبت مقاومة بديل ليها من شاسيه قديم 100 كيلو اهيت، ألوانها
بني اسود اصفر، نقسم مع بعض كده. ادياني كام؟ ادياني يعتبر 100 كيلو اهيت. هنركبها حتى ممكن في الشاسيه من تحت كده بشكل مؤقت. نثبت المقاومة كده حتى بشكل كده مؤقت من الشاسيه من تحت كده اهوت علشان نجرب. بعد ما ثبت المقاومة هنبتدي نعدل الشاسيه. خلي بالك طبعا عند المقاومة هنا ممكن لو الشاسيه قاعد عليها تتطبق، ممكن تلمس حاجة في أي حاجة، فخلي بالك حط أي حاجة كده معزولة تحت الشاسيه. ليكم مثلا اشتريت لحام اهوت، بديت اوصل كهربة الجهاز كده واسمي الله واقول بسم الله واوصل كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الجهاز الحمد لله اشتغل اهوت. قلت المفك كده عند اللاين، فك تيست كده باين اللمبة خرج اهوت في مفك التيست. كده الجهاز شغال. نبص على الجهاز كده الجهاز شغال اهوت. هفك المقاومة واعدلها بقى، خليها بالشكل او باتجاه الصحيح كده. مكثف عندي مش مخزن كهرباء علشان حصل عندي هنا حمل. كده ركبت المقاومية دي 100 كيلو بشكل صحيح. طب في حد يسأل المقاومة كانت 82 كيلو احنا ركبنا 100 كيلو. ما ينفعش اغير القيمة بتاع المقاومة لو في الباور عندي متصل بمكونات الباور، لكن عندي هنا مقاومات الستارت اللي هي دي ودي ممكن اغير في قيمهم. ما ينفعش اقلل، ممكن ازود. يعني على سبيل المثال عندي هنا مجموع الاثنين مع بعض كام؟ 160 كيلو. ممكن 160 كيلو اخليها، ممكن اخليها 200، ممكن اخليها 250 كيلو، 230 كيلو، مفيش اي مشكلة. يعتبر ده كان سبب المشكلة بتاعة الجهاز اللي هي مقاومة من مقاومات الستارت اللي هي قيمتها زي ما قلنا 82 كيلو. هبتدي ارجع بقى السوكيتات زي ما كانت علشان نختم الفيديو. كده الجهاز شغال اهوت وضع اي في. نضغط كده كده في. يعتبر الجهاز اشتغل. كان مشكلة مقاومة في البوردة. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.